مجموعات ووصل للمربع الذهبي في كاس افريقيا التي اقيم بؤات الاطلس. دي فرصه لفائده المنتخب الوطني المنتخب الامريكي امام منتخب فيتنام اللي قادتها باقتدار كبير. البحث عن التمرير، تدخل للمدافع الجريدي. دي فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، خروج حراسه فرديه على هذه اللاعبه في الوقت كنتابعوا كذلك التدخل ديال خطيره على مستوى السرعه. فرصه خطيره، تدخل ممتاز خديجه عربيشي في المكان والتوقيت المناسبين. محاوله خطيره لفائده منتخب زامبيا مرة أخرى بواسطة خصوصا على مستوى الجهة اليسرى. هذه فرصة لدامانجي تحاول التمرير على ابتسام أجريدي ومراوغة ممتازة. فرصة الدخول داخل منطقة الجزاء. هناك خطأ. فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي، الدخول داخل منطقة الجزاء، تدخل وإبعاد الكرة. كانت محاولة بواسطة اللاعبة سكينة أزراوي. المباراة الثانية أمام منتخب زامبيا في الوقت ابتسام أجريدي. فرصة والرأسية مرة جانبا، الرأسية ديال منطلق بناء الدفاع. حذري من هذه الكره. لاحظوا السرعه كما قلت ديال اللاعبه باندا. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، امكانيه العرضيه. فرصه تدخل الحارسه دائما، امكانيه تسديد ولكن كره مشات بعيده. سكينه مزراوي دائما بامكانها تمرر. فاطمه تاكناوت هناك خطا بالفعل، اعتقد غادي يكون هناك انذار لو كان لهجمه واحده. كان بامكان فاطمه تاكناوت انها تمرر في الجهه اليمنى. كان انطلاقه ديال سكينه مزراوي وكذلك انطلاقه ديال الكره تكون في الشباك. تلعبت الكره دائريه داخل منطقه الجزاء. فرصه ابتسام جريدي وامام المرمى. ابتسام جريدي ما تمكنتش من هذه محاوله لفائده منتخب زامبيا على مستوى الجهه اليسرى. انطلاقه داخل منطقه الجزاء. فرصه زينب رضواني لفائده المنتخب الوطني المغربي عند ابتسام الجريدي. فرصه الهدف ابتسام الجريدي. الكره كتمشي يعني كتلمس الشباك الخارجيه. الكل اعتقد بان هدف لفائده المنتخب الوطني المغربي. تحرك كان ممتاز. زينب رضواني لانجي راتشيل. محاوله خطيره، تدخل كذا تقني. تابعوا هذه المحاوله، تدخل ممتاز. زينب رضواني ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. ابتسام الجريدي ولكن دفاع غير الشباك، امكانيه تسديده ولكن الكره كتلمس احد اللاعبات والكره في الزر لفائده المنتخب الوطني المغربي. غير الشباك، رفعت الكره. فرصه الهدف والكره فوق المرمى. لفائده المنتخب الزامبي بواسطه باندا. والكره مرت جانبا، مرت بسلام على مرمى ودفاع المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا ترفع الكره مباشره الراسيه. خديجه عربيشي تتدخل وتبعد كره يعني شكلت خطوره واضحه. فائده المنتخب الوطني المغربي كانت بواسطه لاعبه انسه وداخل منطقه جزاء. تمريره، تدخل الحارسه كبارة. دخول داخل منطقه جزاء خطيره، ضربه جزاء. هذا هو اللي قلت بان اللاعبه رقم 11 باندا باربرا السرعه على مستوى الانطلاقه، وبالتالي تمكنت ديال الصافره. باربرا تضع الكره في الشباك. اذا هدف اول لفائده منتخب زامبيا. العبيده هي من اصطادت ضربه جزاء وهي من حولتها لهدف اول في المباراه. هدف اول لفائده منتخب الزامبي. كما قلت منتخب قوي ومنتخب محترم، وبالتالي محك محاولة الدخول داخل منطقة الجزاء. فرصة فائدة المنتخب الزامبي خطيرة. والهدف الثاني ما كاينش حل مع باندا باربرا. لاعبة كبيرة جدا بتقنيتها وبسرعتها ومراوغتها. تمكنت من الدخول داخل منطقة الجزاء وتسجيل الهدف الثاني لفائدة منتخب زامبيا. تابعوا من جديد هذا المرتد الهجومي. لاحظوا المراوغه الاولى رغم العوده ديال نهيله بن زينه والعوده ديال زينب الرضواني.